من مؤلفات حضرتك رصدتي التحولات اللي حصلت في الشخصية المصرية بشكل إمم، عام على مدار 30 سنة. إمم. أبرز التحولات اللي حضرتك وقفتي عندها شوية وقلتي ده فعلا تحول جذري، سواء بالسلب أو الإيجاب، يعني إيه أبرز نقاط أبرز التحول؟ حاجة إن المصري معروف إنه عشري وودود ورومانسي وشوية حاجات كده، بديت أحس إنه بيتخلى عن رومانسيته، وبالعكس يتهكم على العاطفيين وكده، والمادية بدأت تطفو، وبدأ طب يقول مش ده لك غصب عنه؟ عامل لي فيها عبد الحليم حافظ، مش ده بقى غصب أي عنه؟ واحد رومانسي طب يتقال عليه عامل فيها طب عبد الحليم حافظ. صحيح. مثلا لاحظت إنه الحذر تخلوا كتير عن الحذر، احنا كان عندنا حذر يعني شبه مرضي كده، مم. ما نجازفش. مم. لا، بدأوا الشباب، الجيل ده بدأ يتخلى عن الحذر. مم. الحاجات اللي سلبية كمان أنا رصدتها، تخلينا عن الودادة شوية، وبقى فينا قدر من العنف. قدر كبير. وانا للأسف. على فكرة عملت للأسف. بحث فعلا لرصد صفحات الصحف في خلال 3 شهور الأخيرة من القرن الماضي، مم. ورصدت ان كمية العنف شديدة، وكمان آم، في ناس ما كانش وارد ان اسمك كشخص محترم يطلع في صفحة الحوادث، مم. بقى عادي. طبعا. طبيب، مهندس، عالم، طبعا. يعني بدأ نتخلى، بدأ العنف يبقى في حياتنا اليومية كعنف لفظي أو كعنف حقيقي. شوف أنا رصدها مم. من قبل يعني فترة طويلة. طبعا. وللأسف بس احنا عندنا في مصر ما بنهتمش قوي باللي يقعدوا يقولوه الناس الأكاديميين، على أساس إنه ده ناس بقى يعني ده كلام بتقعر نظري، كلام وتنظر نظري. بقى، وكلام نظري، وقاعدين في برج عاجي وبتاع. بس لا، هي بتبقى رؤية وشايفين ده، وبننبه ليه عشان الناس تاخد بالها. لكن غالبا ما حدش بياخد باله الا يعني حد يقول ان اللي بيحصل في الشوارع المصريه دول مصريين مثلا. مم. مصري صحيح. طول عمره عندك حق، في تغيرات صبور. ملحوظة الآية يعني. المصري أنا رصدت إن آية المصري الصبر، وبيصبر بصبر مرير. لا، طالما حضرتك فتحتي الجزء ده اه من الموضوعات. تخلينا كمان على الاستقرار، احنا كنا محبين قوي للاستقرار، اه. ونكره الغربة تماما من ايام الانفتاح من 67 تقريبا. بدأت الناس عملية الهجرة للخارج وبتاع، وبدينا نتخلى شوية عن رغبتنا الشديدة في الاستقرار مم. وكراهة السفر والكلام ده. طلب الرزق واسباب اقتصادية والاسباب كتيرة، مم. لكن يعني ده تحول، والمفترض الناس تشتغل عليه وتتنبه له وتتنبه لمخاطره. مم. فلا، في تحول جذري في الشخصيه المصريه. والتحولات الإيجابية بقى عشان نبقى قلنا ده الايجابيه وده. مثلا احنا كنا سلبيين قوي، فعلا. اغلبيه الشعب المصري، هو منطق الثوره موجود في مصر، بمنطق الثوره في مصر موجوده بمنطق مختلف جدا. ساعه ما تلاقي الشعب ده الى موات وشكله كده مش هيقوم له قومه، مم. تلاقيه فجاه هب. مم. من ايام حتى الثوره اللي اتعملت ايام الحمله الفرنسيه، ثوره القاهره الاولى والثانيه، كانت تمام. الدنيا هدوء وقاموا بثوره. حتى الثوره اللي قالوا عليها انتفاضه الحراميه دي، برضو كانت الدنيا هدوء وقاموا برضو. 25 يناير ما كانش حد. انما انا اعتبرت ان من 25 يناير ومن 30/6 كمان بالذات، مم. تخلى المصري عن سلبيته، وبدأ يدرك أهمية إنه ينخرط في السياسة ويهتم بيها ويتابعها. ما هو خلاص بقى مكوي بنارها بشكل مباشر. أصله بدأ يدرك ما قاله سقراط من إنه سيدفع الطيبون عدم اهتمامهم، ثمن عدم اهتمامهم بالسياسة أن يحكمهم الأشرار. مم. فابتدينا ندرك هذا الامر، وندرك انه اللي بيتحط في سده الحكم ده بيأثر عليا وبيأثر صحيح. على حياتي وعلى حياه حاجات شخصيه حتى. مم. فابتدوا الناس، فتخلي المصريين انخراطهم في السياسه، اهتمام الشباب بالشأن العام، مشاركتهم الفاعله، نزول حتى ستات البيوت والناس اللي هم متميزين بالسلبيه، اللي هم الاغلبيه طبعا. يعني، نزولهم الشارع ده شكل ايجابي، انهم بيشاركوا وبداوا يبقوا اكثر وعيا. ودراميا يعني، هل حضرتك استفدتي بشكل او باخر من خبراتك في دنيا الامثال الشعبيه من خلال كتابتك لعمل درامي معين، بالطعامي مثلا في الدراما اللي بتكتبيها وبالذات بالامثال عشان ما ملهاش الامثال حل منها بقى؟ امثال حريفه ولاذعه، فبتيجي في مواقف دراميه تحس انه المثل ممكن يلخص لك موقف. انا عن نفسي المثل اللي اثر في حياتي، كنت ما كنت شابه يعني، كنت على طول عندي لجاجه واستعجال، ولو ما خدتش حقي ابقى متضايقه آه. وحاجات كده. فكانت والدتي تقول لي: ان صبرتم اجرتم وامر الله نافذ، ما صبرتم كفرتم وامر الله نافذ. ونعم بالله. صحيح. صحيح. فانا كنت ساعتها لا، يعني يعني مش قابله المساله دي، بس اكتشفت بالوقت انه لا، صحيح. انا لما اصاب في اي موقف، وما اكثر ما يصاب به المصريين، طبعا. لما بيصبروا، امر ربنا ماشي برضه، بس هو ليهم ثواب. ما صبروش، فالشعب المصري دلوقتي بقى عنده لجاجه اكتر وعدم صبر، مع ان آية المصري الصبر.
صحيح. لكن هو مثل في غايه الحكمه يعني. بس برضه يعني في تفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم فيها اه تتعلق بالامثال الشعبيه، بس جزئيه البلاغه اللي فيها والقدره العجيبه على طبعا، اختصار خبرات طبعا، حياتيه ومواقف متكرره في صوره نص جمله في بعض الاحيان، هي وتلاقي كانت. نص جمله دي فيها الزبد ايوه كله زي طبعا، ما انت بيقولوا. مش لما تلاقي معركه دائره وفجاه واحد يدخل يا جماعه الصلح خير، هي كلمه ونص، صحيح. كلمتين، الصلح خير، تبص تلاقي النفوس هدي، صلوا على النبي يا جماعه، كلمتين كده يلموا الموقف. في امثال كتير جدا بتحل مشاكل هل الامهات بتحصل. الجداد، الامهات الاصغر سنا، برضه لازم يعملوا زي ما امهاتنا عملوا معانا وزي ما جداتهم عملوا مع بناتهم وما الى ذلك، ان هم برضه يبقى في عندهم مساحه في طريقه التربيه، ان هم برضه يمرروا كل فتره مثل ايجابي لابنهم او لبنتهم، هو يسمعوهم النوع ده من الحكم الحياتيه المختصره في صوره مثل شعبي؟ انا اللي لاحظته ان الشابات ما عندهمش فكره قوي عن الامثال، لكن مثلا يلاقي لها واحده قالت لي ايه اكتر مثل عجبني، لولاك يا لساني ما تسكتي قفايا. انا برضه اول مره وهو اسمعه مثل ده. لا هو مثل موجود ومتواتر، بس هي آه. قريته في الكتاب فقالت لي لانه ده فعلا مواقفي في الشغل وفي حياتي وكل حاجه، اكتر حاجه بتاثر فيا. فعارف كون دي عجبها المثل ده وحد تاني عجبه مثل تاني، اكيد هتعلم ولادها انك ما لا أصل تغلطش. حضرتك عندك عشان شريحة من المجتمع اللي هم ايه المستوى الاجتماعي الأعلى، البعض مم. منهم ممكن يشوف ان موضوع الأمثال الشعبية ده حاجة بلدي يعني بقى ما هو كده وتربية جدودي قوي جينا فتره كده كان ومش فعلا كده اللي يقول برضو. على راي المثل ده حاجه اه يعني يعني بلدي، مجرد الطلعايه او دي اللي بتاعت هم على رأي على المثل راي المثل ان دي بلدي، ودول بيقولوا عليه دلوقتي دي بيئه مثلا. كده. اه لدرجه انا في حوار تلفزيوني قبل كده كان عن الرئاسه، والرئاسه في مصر هيبه، طب نص الحكم هيبه. فبيقولوا لي قول لنا امثال عن الشعب المصري. على فكره عنده تراث مثلي رائع صحيح. ومحكم في حكايه الحكام وعلاقتهم بالحاكم. مم. المصريين وعلاقتهم بالحاكم، اما انهم يبتعدوا عنه خالص يقولوا السلطان من بعده عن السلطان، مم. ودول الغالبيه العظمى، واما انهم يتقربوا له اللي هم الفئه المنافقين والكلام ده. ومن ضمن الامثال في مثلا انا قلته كده، لقيت المذيعه شابه صغيره كده صعقت وما فهمتش ايه هو المثل، وكاني بتكلم لويندي ايه مثلا هو؟ بيقول عايز تعمل ريس، اللي عايز يعمل ريس يجيب الريح من قرونه. فقالت لي يعني ايه قرونه؟ ازاي؟ ريس مركب يعني، صباح الحال. عشان المركب تسير محتاجه رياح، طب الريح. فما دام انت تصدرت لانك تبقى ريس، تجيب الريح بقى حتى لو ما فيش ريح، يعني الريح خلاص دي، شغلتك انت، الريح مش دي مش انت بامر الله الريس، يعني اه طبعا لكن ايه، ونعم بالله. لا ان شاء الله تجيبها اه من قرونه من دماغك بقى تخلقها يعني. فلقيت البنت مستغربه جدا كاني بقول لان هي غالبا ما هي سمعتش برضو، يعني ما عندهاش هي شخصيا مخزون كبير من النوع ده من الامثال الشعبيه، ما بقاش يتقال كتير. يعني انا شخصيا مش بتعرض لناس كتير مش بيربوا ولادهم على الامثال لا، الشعبيه، بس على الاقل بيمرروا لهم امثال. نادرا ما ما هي بسمع ما ام بتقول بتجيش لابنها او الامثال، ما بنتها حدش مثلا، بيعلم حد. ولا حتى هو بيذكرها قدامهم. ايوه، لا هي الامثال بتتولد وفقا لموقف كده، تلاقي روحك افتكرت مثلا. يعني ما حدش انا لو تقول لي دلوقتي سمعي امثال، رغم ان انا بس كتابي في فيه الاف الامثال ما افتكرش، لكن لو جه موقف محدد كده تلاقيني استدعيت على طول بسهوله المثل، مثل معين يحسم الامر. بس بالنسبة للناس العادية غالبا ما بيكون مصدر يعني سماعهم لأمثال شعبية بقى في الفترة الأخيرة غالبا يا إما من خلال جد أو جدة أو من خلال الدراما تحديدا. لا انا هقول لك على يعني في حاجه الدراما بقى، بنسمع للاسف، مشاهد. لا اه للاسف بقى الدراما بتشوه تراث المثل. ازاي بقى؟ لان ساعات بيقولوا امثال على سبيل الفكاهه وهي ملهاش اصل اساس. مم. يعني مجرد الكاتب فيها سجع بس كاتب الدراما عامل تركه كده، وحتى ساعات ممكن يبقى معناها سلبي ويتناقض حتى مع قيم الشعب المصري. فالدراما لا ما بتخدمش الامثال، ساعات بيستخدم استخدام سليم وصحيح، لكن في الاغلب الاعم بتبقى مش امثال خالص، ده كلام كده بيقولوه على الرايم او عشان الوزن بتاع بالظبط عشان السجع. يحبشوا بيه المشهد ده. يحبشوا بالمشهد، لكن ما طب هوش ما دي استخدام. مشكلة برضو يا أستاذ. طبعا، لانه ده هما بيدعوا حاجات ما هياش موجوده. لا كمان مشكلته الأكبر إن في ناس كتير بتستقي كتير من يعني المفاهيم والمعاني والعبر من خلال الدراما، واحنا بنصدر لهم دراما وفن مم. يعني في كتير جدا من الاحيان بيتقال عليه بيستفيدوا من مسف. العمل. يعني يمكن لاكتر من الدراما كمان الغنى مصيبه. على فكره دلوقتي بقى في حاجه في الغنى كمان غريبه جدا، وممكن تبقى بعد كده تصيره مثلا، يعني اه لو التيمات بقت كل اغنيه كل ما تبقى فيها تيمه حريفه اه مثلا طب تعبير كده، كل ما كان ذلك اكثر تاثيرا او جاذبيه او انتشارا او كده.